الجولة في متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، وهو أكبر متحف شخصي في العالم تبعه هو. وتفضل علينا شخصيا بأن طاف بنا بعض أقسام المتحف لأن الوقت كان قصير والمكان جميل للغاية، والرجل بذل مجهود يعني جبار إلى أن جمع هذا المتحف الجميل. طبعا طفنا ما استطعنا أن نطوف، يعني فيه أجنحة بكل الحضارات وكل الثقافات، وفيه ما يقارب تقريبا 400 سيارة قديمة أثرية. 400، تخيلوا. فيه غزلان، فيه مكان للسجاد، وفيه مكان للمجوهرات، مكان. شوفوا أنا فقط ورايا يعني الأشياء بسيطة في هذا الآن وأنا مغادر، لا يستطيع الإنسان أن يصور يعني كل ما رآه، بس المكان في حقيقة الأمر يعني كانت جولة رهيبة رهيبة رهيبة، وخصوصا من أن المرشد كان هو الشيخ فيصل نفسه. هو ملم ما شاء الله تاريخيا، عنده هواية في جمع الآثار، يعني أسس هذا المتحف منذ أكثر من 35 سنة كما أخبرني، وبذل فيه جهود كبيرة جدا. جمع تحف، أخبرني كان يسافر أحيانا إلى أطراف الدنيا كي يأتي بتحفة ويخسر فيها مبالغ كبيرة حتى يأتي بتحفة لكي يراها الناس هنا. طبعا الرحلة كانت جميلة، والزيارة بدعوة من الشيخ فيصل جزاه الله خير، ونشكره من هنا على تكرمي بأن طاف بنا هو شخصيا وليس المرشدين، وشرح لنا بعض التحف النادرة والثمينة جدا في هذا المتحف الشخصي الذي يعتبر، وأكرر، أكبر متحف شخصي في العالم. هو متحف لا تملكه دول، ربما لا تملكه دول، كبير جدا في أقسام مختلفة ومتعددة، كل الثقافات فيه وكل الحضارات موجودة فيه. اشترى ما استطاع أن يشتري ويعرضها للناس هنا بطريقة غير عادية. رأينا فيه زوار من جميع الجنسيات، من جنسيات عدة، لقينا هنود، اسكتلنديين، اندونيسيين، ألمان، فرنسيين، من جميع. كنت أوقف وأسألهم. عموما تحياتي لكم